بص، انا اكيد عارف انك اتفرجت على فيديوهات كتيره للتليفون ده، الجالاكسي اس 23 الترا. وغالبا كمان انت شفت اغلب الناس بتتكلم حوالين ان التليفون ده ما قدمش حاجه جديده، وانه نسخه من موديل السنه اللي فاتت الاس 22 الترا. ده كمان كان رايي من اسبوعين فاتوا اول ما بدات استخدم التليفون ده، لكن انا دلوقتي رايي اتغير تماما. ففي الفيديو ده انا هقول لك رايي في التليفون ده، وهقول لك هو يستحق انك تشتريه ولا لا. فيلا بينا. خليني في الاول اوضح نقطة مهمة بخصوص موضوع الشكل ده، وانه ما اتغيرش عن الموديل اللي قبله. انا شايف ان اصلا مش لازم الشكل يتغير كل سنة، طالما الناس متقبلاه وبيأدي الوظيفة بتاعته. احنا اللي يهمنا اكتر هو المواصفات الداخلية اللي موجودة، وصدقني لو حصل معاها تغيير في الشكل فخير وبركة. لكن ده احسن من ان الشركات تضحك عليا في انها تحط لي مواصفات قديمة وتلبسها تصميم جديد. واعتقد ان خلاص ده بقى سوق التكنولوجيا دلوقتي. احنا وصلنا لمرحلة من التشبع اللي خلت كل الاجهزة يكون فرقها عن الموديل اللي قبلها حاجة بسيطة. فاحنا شفنا النقطة دي في سلسلة الفولد، وحتى في الايفون اللي استخدم نفس المعالج ونفس الشكل، لكن حط شوية تعديلات زي الدايناميك ايلاند وشوية حاجات كده في الكاميرا. حتى مش بس في سوق الموبايلات، كمان في سوق التابلت واللابتوب. ففي الفيديو اللي فات بتاع السيرفس برو 9 كان عندنا نفس النقطة دي مع مايكروسوفت. فاللي سامسونج عملته السنة دي في موضوع الشكل هو انها حاولت تحسن شوية. فالجوانب في الاس 23 الترا الدوران اللي فيها قل جدا بعد ما كانت كلها دوران. واعتقد انا هنا هأيد الناس اللي بتقول ان الشكل ده احلى، مش عشان موضوع الشكل لان دي اراء واذواق، لكن عشان الافضلية في الاستخدام. فالجهاز بالشكل ده مسكته في ايدك افضل، ومش هيتزحلق بسهولة زي ما لو كان الجنب كله دوران، خاصة لو بتستخدم الجهاز بايد واحدة. والجهاز ده كله متصنع من الالومنيوم المدرع اللي كنا شفناه في الفولد 4 قبل كده، بالاضافه لانه واخد ريتنج اي بي 68، وده معناه ان الجهاز ده مقاوم تماما للاتربه، وكمان مقاوم للميه النظيفه لعمق متر ونص ولمده 30 دقيقه. ومن ورا نفس شكل الكاميرات المنفصله ديت. وفي الحقيقه الشكل ده انا شايفه من الناحيه التصميميه اشيك نسبيا من فكره ان يكون في مساحه محدده للكاميرات زي اللي موجوده في الفولد مثلا، او في الاس 22 بلس او الاس 22. لكن من الناحية العملية أنا عندي مشكلة، إن العدسات بالمنظر ده ومن غير وجود منطقة تحميها، فاحتمالية إنها تتخبط وتتجرح هتكون أعلى، بالإضافة إنها كده بتجمع تراب أسرع. بس لأنك غالبا مش هتسيب تليفون بالسعر ده من غير ما تحطه في جراب، فبالتالي الجراب هيضيع خالص جمال التصميم. فأنت في الآخر مش هيفرق معاك أوي النقطة ديت. ويمكن دي أول مرة أتكلم في مراجعة جهاز عن جراب، لأن الجراب ده واللي اسمه اس فيو والت كيس ده بيدي لك اوبشن حلو قوي كنا شفناه في الفليب 4 قبل كده. وهو انك لما بتقفل الجراب بيطلع لك شاشة صغيرة هنا عليها الساعة، وتقدر منها توقف او تشغل حاجة بتسمعها، او ممكن كمان تشوف منها نوتيفيكيشنز اللي جات لك. وتقدر تتحكم في الكلام ده كله من قائمة مخصوص موجودة في السيتنجز، ومش هتظهر لك غير بس لما تركب الجراب. نرجع تاني للجهاز، والحلو ان سامسونج ما زالت لسه محافظة على مخرج السيم كارد، او ان هو يبقى بيتحط فيه سيم كارد في كل النسخ اللي موجودة في كل دول العالم. واخدة بالك يا ابل؟ بس خلي بالك وانت بتركب الشريحة، لان في فتحتين تحت جنب بعض، واحدة للمايك والتانية للباب بتاع الشريحة. فاتأكد انت بتحط الدبوس في الفتحة الصح. وكمان في سماعتين ستيريو، واحدة تحت وواحدة صغيرة فوق عند سماعة المكالمات. حاجة تانية من الحاجات اللي اتحسنت في الجهاز ده هو البروسيسور اللي موجود. فهو بقى سناب دراجون 8 جين 2، وده أعلى معالج من شركة كوالكوم موجود حاليا. وخصوصا إن سامسونج بتقول إن المعالج ده شركة كوالكوم مصنعه مخصوص، اتفرج كده، علشان الجالاكسي. ففعلا المعالج اللي موجود هنا فرق في كل حاجة في التليفون، مش بس في الأداء. وهنا خليني أوضح نقطة، إن سواء ال 8 جين 2 اللي موجود في التليفون ده، او حتى ال 8 بلس جين 1 اللي كان موجود في الفولد 4، او صدقني حتى كمان ال 8 جين 1 اللي في الاس 22 الترا، فالمعالجات دي كلها بتدي اداء قوي جدا. لكن التحسين الحقيقي اللي بقت المعالجات دي تعمله بقى مش بس في الاداء، لكن في امكانيات تانية في التليفون، زي مثلا قدرة الكاميرا ومعالجة الصور بعد التصوير، واستهلاك البطارية اللي فرق جدا في التليفون ده زي ما هنتكلم كمان شوية. صباح الخير. انا ببدأ يومي اهو دلوقتي بالموبايل. انا كنت سايبه امبارح يتشحن لغاية 100% قبل ما انام، فقمت صحيت الصبح لقيته وصل ل 94%. كنت مشغل طول الليل ال Always On Display، وبعد كده اشتغلت عليه لمدة 42 دقيقة النهاردة الصبح، وصل 89%. شغل يوتيوب وقراية وكروم، حاجات بسيطة. فخلينا نشوف هيمشي معايا ازاي خلال اليوم. الحلو بقى ان المعالج ده هيكون موجود في كل الاجهزه اللي موجوده في اي مكان في العالم،
بدل ما كنا بنشوف قبل كده ان مثلا امريكا والصين يكون فيهم معالج كوالكوم، لكن باقي الدول يحط لهم معالج اكسنوس اللي اقل نسبيا. فدي نقطة حلوة انك تقدر تشتري التليفون ده من اي دولة وانت مطمن انه هيجيلك بنفس المواصفات. وطبعا الجهاز فيه فيس ريكوجنيشن واستجابته سريعة وانا بستخدمه على طول، بالاضافة للفينجر برينت اللي موجودة هنا تحت الشاشة واللي سرعة استجابتها عالية قوي. بس مش عارف ليه انا من الناس اللي بيحبوا ان البصمه تكون في زرار الباور اكتر ان هي تكون تحت الشاشه. يعني بحس ان ده بيدي مرونه وسرعه اكتر في الاستخدام. فانت تقدر ان انت وانت بتطلعه من جيبك، مجرد انت دايس على الزرار بتاع الباور عشان تفتح التليفون، انت اوريدي عملت انلوك. بالاضافه كمان انت ممكن تعمل سوايب على الزرار ده فينزل لك نوتيفيكيشن، او سوايب اب يرفع لك تاني نوتيفيكيشن من غير ما تحرك ايدك. فدي امكانيات بحسها بتدي مرونه اكتر من إن هو يبقى موجود في الشاشه نفسها. بالاضافه ان البصمه اللي بتكون موجوده في الشاشه دي بتحتاج ان انت لو هتجيب سكرين بروتكتور للشاشه يكون من نوع نضيف شويه عشان ما ياثرش على سرعه الاستجابه بتاعه البصمه. دلوقتي الساعة 8 وأنا في آخر اليوم خلاص مروح. البطارية دلوقتي وصلت 39%، واستخدمته لمدة 13 ساعة ونص، من ضمنهم 4 ساعات ونص سكرين اون تايم و9 ساعات سكرين اوف تايم. وكان في حاجات تقيلة، يعني اكسبرت رو ده لمدة 50 دقيقة، كان في كاميرا 17 دقيقة، اولوز اون ديسبلاي دي كانت برضو شغالة طول اليوم، يوتيوب، الماب، نوشن، قراية، كروم. فيعني كل ده ولسه موجود معايا 39%. ومفروض تقدر تكمل معايا قد ايه؟ كاتب لك تكمل معايا لسه 12 ساعة ونص، 12 ساعة 37 دقيقة ليفت. يعني رهيب. عدى على الشحن لغاية دلوقتي 21 ساعة ونص. فالبطارية يا جماعة تحفة بجد في الجهاز ده. خلينا بعد كده نتكلم عن الشاشه، فهي بدقه كواد اتش دي بلس، وزي الجيل اللي فات ما زالت دايناميك اموليد 2 اكس وبنفس المقاس 6.8 انشز. لكن حسنوا طبقه الحمايه اللي عليها، فهي بقت جوريلا جلاس فيكتس 2 بدل جوريلا جلاس فيكتس بلس، واللي بتدي درجه حمايه اعلى للكسر والخرابيش. وفي اختبار شركه كورنينج المصنعه الازاز ده بنفسها عاملاه عشان تبين قوه الازاز ده. وطبعا شاشات سامسونج من احلى الشاشات اللي انت ممكن تشوفها في جهاز موبايل. فشركة سامسونج هي اللي بتصنع لابل الشاشات اللي موجودة في الايفون، فتخيل لما تكون بتصنع لشركة منافسة شاشات بجودة حكاية، فما بالك بقى لما تصنع لنفسها. فزي ما بيقولوا كده شغلانة المعلم لنفسه. والشاشة دي بتدي درجة سطوع لغاية 1750 نتس، فهتكون واضحة جدا في الشمس. وبتردد 120 هرتز بينزل لغاية 1 هرتز لو مفيش حاجة على الشاشة عشان يدي أطول عمر ممكن للبطارية. وبالكلام عن البطارية فهي بالأرقام ما اتغيرتش عن السنة اللي فاتت، فهي ما زالت 5000 ملي أمبير. لكن بالتجربة العملية البطارية هنا حكاية. ده أول تليفون أمسكه من سامسونج والبطارية بتاعته تكمل أكتر من يوم وهي مرتاحة. أنا التليفون ده بهدلته حرفيا في الاستخدام وفضل صامد ومكمل. طيب احنا دلوقتي الموبايل وصل 4%. الجهاز كده شغال من اخر شحنة بقاله يوم كامل وخمس ساعات. السكرين اون تايم 7 ساعات وسكرين اوف تايم حوالي 23 ساعة. في الفترة دي كان في شغل، استخدام كاميرا واولوز اون ديسبلاي ويوتيوب ونوشن وحاجات كتيرة قوي. فالبطارية هنا رائعة جدا. فالجهاز ده انا مبهور فعلا من اداء البطاريه بتاعته. واللي كان ليه التاثير الاكبر في موضوع البطاريه ده هو البروسيسور زي ما اتكلمنا من شويه. بس ده طبيعي عشان الجهاز لسه جديد وفي الاول كده زي ما انت فاهم. بس اللي بيحصل بعد كده في الجهاز ده ان البطاريه بتتحسن، وده على عكس المتوقع، وده بسبب ان في خاصيه اسمها ادابتيف باتري، واللي بتطول عمر البطاريه لانها بتتعرف على الباترن او نمط استخدامك للتليفون. بالاضافه كمان لخاصيه حلوه اسمها بروتكت باتري، وهي ان موبايل يفصل شحن لما يوصل ل 85% بدل 100%. وممكن كمان تستفيد من خاصيه الروتينز اللي هنتكلم عنها لما نروح للسوفت وير، واللي هتخلي التليفون يعمل لك تنبيه او يدي لك رساله ان الموبايل خلص شحن فتقدر تشيله من الكابل. وبالتالي ده هيساعدك انك تحافظ على عمر البطاريه لاطول فتره ممكنه. والجهاز ده بيدعم الشحن السريع لغايه 45 واط، وبيدعم الوايرلس تشارجنج والريفرس تشارجنج. وطبعا سلسلة النوت سابقا او الاس الترا حاليا اهم نقطة بتميزها هو وجود الاس بن المدمج جوه الجهاز، واللي بيجي بلون اسود ثابت مع ايا كان اللون الخارجي للجهاز. والسوفت وير هنا قادر يستفاد قوي من وجود القلم، فانت تقدر وانت قافل الشاشة مجرد تطلع القلم يفتح لك كويك نوت، تقدر تسجل عليها اي حاجة سريعة كده وانت ماشي.
حد بيديلك رقم تليفون، فكرة جت على بالك ومش عايزها تضيع، او اي حاجة مش هتستنى لغاية ما تفتح التليفون ولسه هتدور على الابليكيشن بتاع النوتس وتسجلها فيه. فدي ميزة انا شايفها حلوة قوي. وطبعا في ناس لما اتكلمت على نقطة ان الدوران اللي في الجوانب ده قل شوية، قالوا ان دي ميزة كبيرة عشان لو بتستخدم القلم تقدر تستخدمه على مساحة اكبر من الشاشة. بس اعتقد مش الكام ملي الزياده دول هم اللي هيريحوك في الكتابه يعني. وانا افتكر من ايام حتى سلسله النوت انا ما كنتش باخد راحتي قوي في الكتابه على التليفون، لان مهما كان ما زالت برضو شاشته صغيره وما تسمحلكش ان انت تقعد تكتب كتير، يعني اخرك شويه نوتس سريعه وخلاص. وفي كمان ميزه في القلم ان الزرار اللي من الجنب ده لو انت فاتح اي حاجه مكتوب فيها تكست، حتى لو انت ما تقدرش تعمل لها سيلكشن، فلما تدوس على الزرار ده وتعدي فوق الكلام فتقدر تختار اي تكست انت عايزه. بالاضافه لميزه كمان حلوه لو انت بتقرا حاجه بلغه تانية، ففي خاصيه انك تستخدم القلم كمترجم فوري، وممكن يا اما يترجم لك كلمه كلمه او ممكن يترجم لك الجمله كلها على بعضها وانت في نفس الصفحه. بس الى جانب استخدام القلم ده بقى في الكتابه، فهو ليه استخدام تاني جميل قوي وهو كريموت كنترول. فانت تقدر تستخدم القلم ده كزرار شاتر مثلا اثناء استخدام الكاميرا عشان لو عايز تصور حاجه من بعيد، واللي بيديلك حريه اكبر في الاستخدام اكتر من التايمر. انا اول ما جربت استخدم القلم عشان اعمل بيه كده ما كانش شغال معايا خالص، وقتها انا اتخضيت ليكون القلم بايظ او في مشكله في التليفون. بس طلع ان الخاصيه دي بتكون مقفوله باي ديفولت، ولازم تفعل القلم اصلا انه يشتغل كريموت، وده عن طريق انك تاكتيفيت الايكون بتاعه الاير فيو. ولو ما كانتش الايكون دي موجوده تقدر تضيفها من زرار ايديت بوتنز اللي موجود فوق. تقدر كمان تقلب بيه في الصور اللي موجودة في الجاليري، وتقدر توقف وتشغل الفيديو منه برضو. فأنا شايف القلم ده حاجة مميزة جدا بصراحة، ودي أكتر نقطة بتنفرد بيها سلسلة الاس الترا. واللي مش قادر أفهمه بقى هو ليه لغاية النهاردة أبل مش عايزة تعمل تليفون بقلم. يعني سامسونج اهو النهارده بقى لها حوالي 15 سنة بتصنع الأجهزة اللي بقلم، وبتبيع منها مبيعات رائعة جدا، ويمكن تكون هي محتكرة السوق ده أصلا لوحدها. فليه المستخدمين بتوع ابل ما يجربوش متعة استخدام القلم ده؟ بص، انا لسه عندي نقطتين مهمين قوي عايز اتكلم عنهم في التليفون ده، وهما السوفت وير والكاميرا. بس الفيديو طويل قوي وانا مش عايزك تفصل مني، فانا هتكلم عنهم سريعا دلوقتي وبعد كده هعمل لهم فيديو تاني هتكلم عنهم بالتفصيل. فبالنسبة لنقطة السوفت وير، فهو حاليا عليه اندرويد 13 وهو احدث نسخة، وفي واجهة ال1 يو اي 5.1 بتاعة سامسونج، وهو هيكون ليه دعم لمدة 4 سنين سوفت وير ابديتس و5 سنين سكيورتي ابديتس. حاجه سريعه كده من المميزات اللي موجوده في السوفت وير ده هي اسمها المودز اند روتينز، ودي ان انت تقدر تخلي التليفون يعمل كل حاجه اوتوماتيك بدون تدخل منك. فمثلا لما توصل البيت يقدر هو يعمل اوضاع معينه، يبقى هو مثلا يعلي الجرس ويقفل الباقه بتاعت الانترنت ويشغل الواي فاي اوتوماتيك. تقدر مثلا لما تركب العربيه اوتوماتيك يكونكت على البلوتوث ويشغل لك حاجه تسمعها. فالنقطه دي هتكلم عنها كتير قوي في الفيديو بتاع السوفت وير. حاجة تانية سريعة من المميزات اللي موجودة في السوفت وير ده، وهي انك ممكن تفتح اي صورة متصورة بالموبايل ده وتدوس على اي شخص انت عايزه من الصورة او اي اوبجكت، يعني مش لازم شخص، وتقدر تقصه لوحده. والاوبشن ده بصراحة عاجبني قوي وهيستفاد منه جدا بالذات الناس اللي بتحب تعمل ستيكرز على الواتساب. فانت تقدر تاخد اي وش من اي صورة متصورة بالتليفون ده، ومش هيكون عندك مشكلة خالص في الكواليتي، لان التليفون ده بيصور بكواليتي حكاية. ودي النقطة التانية اللي هنتكلم عنها دلوقتي. فانت عندك عدسة الترا وايد 12 ميجا بكسل، وعدسة زوم 10 ميجا بكسل اوبتيكال زوم بتدي لغاية 3 اكس، وعدسة تانية بتدي زوم لغاية 10 اكس، وبعد كده عندك ديجيتال زوم بيوصل لغاية 100 اكس. وبعد كده بقى العدسة الرئيسية واللي بقت 200 ميجا بكسل السنة دي بعد ما كانت 108 ميجا بكسل في موديل السنة اللي فاتت. لكن اللي بيحصل هنا ان الوضع الافتراضي في الكاميرا هتلاقيه 12 ميجا بكسل بس، وده لان سامسونج مستخدمه تكنولوجيا اسمها بيكسل بيننج، وهي انها بتجمع 16 بكسل مع بعض وتحطهم في بكسل واحده بدقه عاليه جدا. فبالتالي ال 200 تقسمها على 16 تطلع لك حوالي 12.5 ميجا بكسل، فبتطلع لك صوره مليانه جدا بالالوان وفي قمه التشبع. وزي ما قلت لك هنتكلم اكتر عن امكانيات الكاميرات اللي هنا سواء في الصور او في الفيديو في فيديو تاني، وهندخل فيه في تفاصيل اكتر وهعرض لك امثله اكتر متصوره بالتليفون ده. بس نصيحتي ليك دلوقتي انك حاول تخليه على طول مختار الريزوليوشن ال 12 ميجا او ال 50 ميجا بكسل، وما تستخدمش ال 200 ميجا بكسل دي غير لو عارف انك هتحتاج تعمل زوم كتير في الصوره بعد ما تصورها، او لو هتطبع الصوره على بانر كبير مثلا. وده لان مساحه الصور على الموبايل بتكون كبيره قوي، فدول 3 صور متصورين بالثلاثه ريزوليوشن المختلفين ال 12 وال 50 وال 200 ميجا بكسل،
وزي ما انت شايف فرق المساحة ما بينهم ازاي، وكمان فرق الجودة. فبالنسبة للصور الطبيعية واللي مش محتاج تعمل لها زوم بعد كده، فال 12 ميجا بكسل مطلعة اكتر درجة تشبع، وده بسبب البيكسل بيننج اللي اتكلمنا عنه. وبسبب مساحة الصور والفيديوهات الكبيرة قوي اللي تطلع من الجهاز ده، فانت محتاج تفكر كويس في مساحة التخزين المناسبة ليك انك تشتريها. فهو بيجي بثلاث مساحات. اول حاجة 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وده بسعر $1200، او 512 جيجا مع 8 جيجا رام برضو بسعر $1380، او اكبر حاجة 1 تيرا بايت ورامات 12 جيجا وبسعر $1320. طيب، رأيي الأخير في التليفون ده. بصراحة التليفون ده أحلى موبايل وأقوى موبايل موجود دلوقتي في السوق، وفعلا سامسونج حطت فيه كل خبراتها. فلو أنت واحد مثلا كان معاك ايفون وكنت مستني فرصة كويسة علشان تنقل لأندرويد، فالتليفون ده هيديلك أحلى فرصة تعمل فيها كده. أما بقى لو أنت واحد كان معاك مثلا S22 Ultra ومش عارف تأبجريد ولا لأ، فانا شايف ان مش مستاهله ان انت تعمل ابجريد غير في نقطتين. لو انت واحد بتهتم ان يكون معاك احدث حاجه في التكنولوجيا، او لو موضوع الكاميرات ده بيفرق معاك قوي، لان بقيه الاوبشنز اللي اتكلمنا عليها كلها هي حاجات ليها علاقه بالسوفت وير، وهتنزل كابديت اكيد للاس 22. وكمان موضوع البطاريه والبروسيسور، يعني دول جامدين جدا بصراحه، البطاريه رائعه، بس مش ده السبب اللي يخليك لسه كان معاك تليفون ما كملش سنه تجيب عليه تليفون تاني يعني. فانا شايف ان الابجريد مش مستاهل. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه بجد هو لو واحد كان محتار ما بين هل يشتري ال 23 الترا ولا يشتري الفولد، ده السؤال اللي احنا هنتكلم عليه في فيديو قريب، فخليك متابع. ولو انت واحد مش بتحب التليفونات الكبيره اصلا وعايز فلاج شيب بس يكون تليفون صغير، ففي ال 23 بس، او اخوه الاكبر منه او الاطول منه ال 23 بلس. فالفيديوهات اللي جايه هنبقى بنعمل فيها مقارنه ما بين التليفونات دي كلها مع بعضها، فاتاكد ان انت تكون متابع معايا في القناه. اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.